وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات. أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات. والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين ولا توبة التائبين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدي ولد آدم أجمعين، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، نحن نعيش في عصر كثرت فتنه واستحكمت محنه وتلاطمت مشاكله وتفاقمت تحدياته، ولا خلاص للأمة، حكاما ومحكومين وعلماء وعامة ورجالا ونساء وشيبا وشبابا، إلا بأن يتجهوا بكلياتهم وقوالبهم وقلوبهم وشعائرهم ومشاعرهم بكل صدق إلى كتاب الله جل وعلا، يتلونه تلاوة وتدبرا وعلما وتعلما وحكما وتحاكما، وإلا فلا أنس للروح ولا تسلية للمسلم ولا نجاة لأحد ولا فوز لأمة ولا نهضة لمجتمع ولا أمن من عقاب ولا تحقيق لوعد ولا ثبات لمعتقد إلا بكتاب الله جل وعلا. إنه المعين الذي لا يغضب والسلسبيل الذي لا يجف، أودع الله فيه حقائق الإيمان وخلاصات النبوة والأديان، جمع الله فيه ما تفرق في غيره. إن هذا لفي صحف، لا، إن هذا لفي الصحف الأولى، هذا الذي في القرآن، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. جمع الله في القرآن الهدي والنور، هو التبيان، هو الفرقان، هو الذكر، هو الروح، هو أحسن الكلام، هو أصدق الحديث، هو شفاء الصدور، هو نور الأبصار والبصائر، هو جماع الخير، هو نظام البر، هو عماد الشريعة، هو كلية الاعتقاد، هو الذي لا مفر للأمة منه. وإن من العجب أن تضل الأمة وكتاب ربها بين ظهرانيها، وذلك لأن العيب والخلل ليس بالكتاب، الكتاب كامل، الكتاب شامل، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أنزل الله القرآن تبيانا لكل شيء، وأنزله مصدقا لما قبله من الكتاب ومهيمنا عليه. إنه الذكر، وإنه الذكر المبين، كتاب الله جل وعلا. عنوان خطبتنا الأمة والقرآن. إذا كان القرآن لا اختلاف فيه بين المسلمين وهو عمادهم ومرجعيتهم ومصدرهم، فلماذا تضل الأمة؟ ولماذا لم تنهض الأمة؟ الخلل في الأمة وليس في القرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن أمة خرجت من قلب الصحراء جائعة عارية إلا من القيم والإيمان، استطاعت بهذا القرآن أن تحول مجرى التاريخ ووجهة الإنسانية إلى يومنا هذا. إن هذه الجموع الغفيرة التي
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم، هذا القرآن هو الذي يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في الإيمان، في المعتقد، في العبادات، في الشرائع، في الأخلاق. لما مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل كان خلقه القرآن وكفى. إن الذي يجسر القرآن في حياته إن هذا القرآن العظيم هو كلام ربنا جل وعلا، ليس بكلام الفلاسفة ولا بخطرقات المفكرين، إنه كلام رب العالمين. ولولا أن الله يسره وجمله وسهله لما استطاعت القلوب أن تحفظه، ولا للصدور أن تعيه، ولا للألسنة أن تنطق به، لولا أن الله يسره للناس. قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال الله عز وجل عنه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. لا خروج من الظلمات إلى النور إلا بهذا الكتاب، إلا بهذا القرآن العظيم. الإسلام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إنه الكتاب الذي يهدي، ولا هدى إلا هدى القرآن. ظلت الأمة لما صارت المدائح تنتشر عند الناس وصارت البدع والخرافات تحل محل القرآن. ظلت الأمة لما صار الشعر والغناء هو القرآن الأمة. ظلت الأمة لما صار الشباب يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. تجد بعض الشباب يضع الهيدفون على أذنه وهو يستمع، لا شك أنه يستمع إلى فنان أو مغني من المغنين أو إلى أغنية من الأغاني. ظلت الأمة لما جهلت كتاب ربها، وأسوأ شيء أن تضل الأمة والقرآن موجود. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. القرآن موجود، والأشعار المتفشية والمدائح البدعية والشركية المتفشية التي هي بالموسيقى وبالآلات. إنك لتجد بعض الناس يقضي 70 عاما في الطرق وإذا به يحفظ الأشعار ولا يحسن قراءة الفاتحة. أين كتاب الله تعظيمه وإجلاله وتمثيله في واقعنا؟ أم انطبق علينا قول الله جل وعلا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن هجر في التلاوة، وهجر في الفهم والتدبر، وهجر في الإدراك للمعاني، وهجر للعمل به، وهجر للتحاكم إليه في أصول الشريعة وفروعها. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ظلت الأمة لما أقصي كتاب ربها عن منصة الحكم فجعل الحكم لقوانين وضعية وفلسفات أرضية وآراء بشرية تدمر ولا تعمر، إلى فلسفات وقوانين تفسد ولا تصلح. ظلت الأمة لما هجرت كتاب ربها، بعض الناس لم يهجر القرآن حروفا لكنه هجر القرآن حدودا. نعم، إنه يقرأ ويجود ويخرج كل حرف من مخرجه الصحيح بإتقان وتلاوة، لكن أين كتاب الله؟ كتاب الله في حياة الناس. بعض الناس شربوا كتاب الله من حياة، ظنوا أن هذه وظيفة القرآن. ولقد جاء في السلسلة الصحيحة إن من أشراط الساعة أن يشرب بعض الناس القرآن كما
فمن جاء فإن الله عز وجل جاء بهذا القرآن والهدى، فقال سبحانه: قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري وأجل الذكر القرآن. لا تسمع إلى الهرطقات ولا تسمع إلى التمايل والتراقص، أجل الذكر القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هو القرآن الباقي إلى يوم القيامة، الخالد إلى يوم القيامة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، بين وواضح والصادق بالحق. القرآن من أوله إلى آخره يقرر التوحيد ويبني الإيمان. كان السلف يقرؤون القرآن قراءة الفاهم والمتدبر. قال أبو عبد الرحمن السلمي: أخبرنا من كان يقرؤوننا القرآن من أمثال ابن مسعود أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويعوها ويفهموها ويعملوا بها، ثم ينتقلوا إلى 10 التي بعدها. قال: فتعلمنا العلم والعمل معه. تعلموا العلم وتعلموا العمل مع العلم، لم يكونوا مجرد مرددين للقرآن. قال صلى الله عليه وسلم: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، فما آمن بالقرآن من استحل محارمه. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، فما آمن بالقرآن من استحل محارمه. إن القرآن ينبغي أن يتنزل في حياة الأمة، ينبغي أن تعيش الأمة القرآن كما أنزل بأحكامه وحدوده وأخلاقه ونظامه البديع. بدأ بعض الناس يشكك في التعدد وهو هدي القرآن ويطعنون فيه، وآخرون يطعنون في شهادة المرأة كيف تكون نصف شهادة الرجل، وآخرون يطعنون في أحكام الميراث. إن ذلك من عند الله جل وعلا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. كتاب فصلت آياته ثم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا كتاب مفصل ومحكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن هذا القرآن والاعتناء به هو من تعظيم شعائر الله جل وعلا. جاء عن ابن مسعود: وللحديث حكم الرفع، من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى له. من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، ولكن الوحي قد انقطع من السماء. إنه في مصاف الأنبياء وفي مراتب الشرفاء. أين الحفظة؟ أين حفظة الكتاب؟ ما أكثرهم؟ أين أثرهم في الأمة؟ أين تأثيرهم في تغيير مجريات الأحداث؟ أين وجودهم في عالم السياسة؟ أم أنهم فكية لا يصلحون للسياسة؟ أم أن حفظة الكتاب يؤتى بهم في المآتم ليرددوا آيات أو ليقفوا في المساجد بعد الصلوات ليتسولوا الناس ويأخذوا منهم أموالا؟ هذه وظيفة القرآن؟ أو وظيفة القرآن أن يربط أحجبة وتمائم على الطلاحات يختلط بالعقل؟ هذا إذا سلمنا أن الأحجبة والتمائم من القرآن. حتى لو سلمنا أنها من القرآن، هل يصلح أن يختلط القرآن بالعقل؟ هل يصلح أن يكون القرآن هذه وظيفته؟ لو أن ملكا من ملوك الدنيا أرسل إليك كتابا جميل وأنت أعيدت بهذا الكتاب، فطبقت هذا الكتاب وربطته في ذراعك ثم لقيت، قال: ماذا فعلت بكتابي؟ قلت له: في الصوم والحفظ، إنه في ذراعي. هذا لك أين أوامره؟ أين نواهيه؟ أين توجيهاته؟ أين معالمه؟ أين إرشاداته؟ أين هو؟ يؤسفني أن أقول بأن حفظة القرآن لا مكان لهم ولا وجود لهم في مجتمع
الذي منه بدأ وإليه يعود، ما حملت الأيدي أشرف منه، وما حوت الصدور أجل منه، وما نطقت الألسنة بأبرك منه. ومن أحسن من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها جميل يشبه بعضه بعضا. اقرأ آيات سورة قصة موسى في الشعراء، واقرأها في النمل قبلها أو في الشعراء وفي النمل وفي القصص، وارجع إلى قصة موسى في طه، ستجد العجب والعجاب. كلام لا يمل، كلام ربنا لا يمل، إنه موجود وكان له هذا الخلود وهذا الصفاء. والله الذي لا إله غيره لا يكون هذا في كلام البشر، إن هذا هو كلام ربنا جل وعلا. كانت الكتب السابقة قد عهد الله للأحباب والرهبان والربانيين أن يستحفظوا الكتب في صدورهم، أما القرآن فقد تكفل الله بحفظه وتكفل الله بصيانته، صانه الله عز وجل. ونحن أمة القرآن، ونحن في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر. بدأ نزول القرآن في رمضان في ليلة القدر، أول ما نزل في غار حراء على نبينا صلى الله عليه وسلم، فصدع بالقرآن وأثر بالقرآن. وحكمة الله البالغة أن القرآن هو نعمة الله السابقة وحجة الله الدامغة. إذا سمعه الكافر لم يعرف اللغة العربية في حياته يؤثر في دواخله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. من سمع كلام الله من المشركين والكفار فقط سمع القرآن سيحس بأن هذا الكلام ليس بكلام عادي. ما هو واجب الأمة تجاه القرآن؟ ما هو واجبنا تجاه القرآن؟ الواجب الأول أن نحفظ القرآن وأن نعتني به شكلا في مصاحفه، أن نعظم هذه الأوراق، ألا نضع المصحف على الأرض وألا نعلي فوقه الكتاب، أن نحفظ القرآن وأن نقدسه لأنه كتاب مقدس. الأمر الثاني أن نسعى إلى تعليم القرآن لأبنائنا. وإلى الآن الطلاب الذين يذهبون للخلاوة من الذين فقدوا فرصهم في الحياة، من الذين فقدوا فرصهم في الدراسة، ولذلك إذا فشلوا في الدراسات الأكاديمية ذهبوا بهم إلى الخلوة. ولكن الناجح الشاطر عليه أن يقرأ طب وهندسة وعلوم وكيمياء وقانون واقتصاد وعلوم إدارية وآداب وترجمة. أما الذين فشلوا فيذهب بهم إلى الخلوة. وما الذي يمنع تجربة المدارس القرآنية تجربة تستحق المشاهدة؟ أن يكون الطالب في مراحل الدراسة التعليمية يقرأ الكيمياء والفيزياء ويحفظ كتاب الله، بل إنه سيوفق في مسيرته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لا شك سيوفق. علينا أن نعلم أبناء القرآن. جاء في السلسلة الصحيحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم 2829 أورده الألباني في السلسلة الصحيحة، قال: يجيء الرجل يوم القيامة فيجاء له برجل شاحب يقول: هل تعرفني؟ أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأضمعت هواجرك. القرآن يحتاج إلى عمل، العاملون بالقرآن. ولذلك قال له: أي زور القرآن لو ما عنده صفتين ما عنده علاقة مع القرآن، حتى لو كان يحفظ القرآن بكل الروايات، يقوم الليل يردد القرآن يتغنى به والناس
يقوم ليل لأنه لا يحفظ شيء من القرآن، لكن هل تجدن رجل في صدره قرآن وينام الليل؟ أنا أسهرت ليلك وأطمعت هواجرك وإن كل تاجر من وراء تجارته. يعني أي تاجر يكون منتظر بتاجر منتظر بيبيع ويشتري ويجيب البضاعة كلها ومنتظر الربح، وأنا اليوم من وراء كل تاجر. قال فيعطى الملك بيمينه. الحديث في السلسلة حامل القرآن يوم القيامة يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. الحديث في السلسلة حديث رقم 2829. ويكسى تاج الوقار. في بعض الروايات يضيء حتى يكنس ضوء الشمس. تاج الوقار بالرسول نص القرآن يضيء الشمس لا تبجر بعده. ويكسى والداه حلتين، كل واحد من أولاده تقوم لهما أو لهما الدنيا. الحلتين دي الدنيا كلها متساوية، تتضاعف الدنيا أمامهما فيقولان لله ما هذا؟ يقول لهما هذا بتعليم ولديكما القرآن. أي زول علم ولد القرآن ليصيب القيامة حلتين. الحلة الدنيا كلها متساوية. إذن علينا أن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. علينا أن نعلم أبناءنا القرآن وأن نحرص على ذلك. ثالثا علينا أن ننزل القرآن في بيوتنا أولا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أين القرآن في البيوت؟ أين القرآن في البيوت؟ بعض الناس لا يعرف القرآن إلا من رمضان إلى رمضان. أين حلقة القرآن في البيت؟ اسمع إلى هذا الحديث الذي صححه الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة، حديث رقم 3112. قال صلى الله عليه وسلم وإن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما يتراءى الكوكب الدري لأهل الأرض، أو كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. في بيت في السماء ظاهر، بالنسبة في السماء ظاهر من فوق عامل البيوت. في بيت فيه كشافات وأنوار قديمة وشمع ونجف والشارع مولع والباب مولع والبيت ذاته ما شاء الله أنوار كثيرة، لكن بالنسبة لأهل السماء مظلم. البيوت لا تضيء لأهل السماء إلا بالقرآن. ممكن تلقى بطيئة مكسرة قاعد فيها غفير ماسك المصحف 24 ساعة يقرأ. الملائكة يشوفوا بيت مولع يقولوا ده شو ده؟ مولع زي ما انت بتشوف الكواكب مضيئة. وإن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. يا سلام يا أخي، القرآن نور ربنا قال نور، هدى ونور موعظة وشفاء. القرآن أسماؤه في القرآن وافرة وفضائله جمة وغفيرة وكثيرة. تقرأ منه حرف يكتب لك 10 حسنات. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أين يوجد مثل هذا الكلام؟ وأين مثل هذه الحسنات؟ لا توجد إلا في كتاب الله جل وعلا. إذن علينا أن ننزل القرآن في بيوتنا، أن يكون القرآن موجود في أسرنا، أن نكثر من تلاوة القرآن فقط مجرد التلاوة. هل لا نقدر على ذلك؟ مجرد أن يكون القرآن رفيقنا. اللهم اجعل القرآن العظيم شفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب وجلاء
الكتاب الذي ليس مثله كتاب رب العالمين، وبالتدبر والترتيل فاتل كتاب الله لا سيما في حندة الظلم وعن نواهيه، كن يا صاحب منفجرا والأمر منه بلا ترداد فالتزم. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، الذين يتلونه حق تلاوته ويؤمنون به. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة قال في نهاية الأمر يرجون تجارة لن تبور. يتلون كتاب الله، والتلاوة تعني العمل بالمناسبة. يقال جاء فلان أولا وفلان تاليا، أي بعده. التلاوة القراءة وما بعدها. يقول التالي، أنبه إلى الأمور التالية. التالي تعني شيء الذي يأتي بعده وراءه. التلاوة تعني ما بعد القراءة. إذا قرأت ماذا بعد القراءة؟ بعد القراءة العمل، بعد القراءة تحكيم الكتاب، بعد القراءة تقديس الكتاب، بعد القراءة فهم معاني وتدبر الكتاب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هو آية الرسالة. القرآن آية الرسالة وينبع الحكمة وكلية الشريعة وعماد الملة وأساس الدين والدنيا وقوام النهضة. لو أن الأمة استطاعت وأحسنت أن تتعامل مع كتاب ربها، هذه لفتة للناس ليحسنوا التعامل مع الكتاب في الشهر الذي أنزل فيه الكتاب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وإن من واجب الأمة تجاه القرآن أن تجعل القرآن قائدا. وقد يقول قائل القرآن كتاب موجود في أوراق، كيف يقود الناس؟ يقود الناس بالمعاني التي فيه، بأن يخضع الناس حكاما ومحكومين وعلماء وعامة لهذا القرآن. موجود، تفسيره بين، كلامه واضح، ذكره عالي. ماذا تريد الأمة بعد ذلك؟ أين القرآن في القوانين؟ أين القرآن في النظم؟ أين القرآن في تفاصيل الحياة؟ أين القرآن في حقائق؟ أين القرآن في عقائد الإيمان؟ أين القرآن في حقائق العلم؟ القرآن هو دليل العلوم والمعارف. القرآن هو الدليل للعلوم والمعارف، وهو السبيل إلى النجاة، وهو الطريق إلى الهداية. القرآن هو الطريق إلى الهداية. القرآن آية الرسالة. القرآن ينبوع الحكمة والبلاغة والبيان. القرآن وما فرطنا في الكتاب من شيء. وقد يكون الكتاب لوحا محفوظ على تفسير، وقد يكون القرآن لأنه حوى قواعد الكلية والكليات الجامعة والأسس الموضوعية لحياة الإنسان وسعادته. كل الفلسفات الأرضية والله التي جاءت بأمور صالحة لم تخرج من هذا الكتاب ولا قيد أنملة. إذن واجب الأمة أن نتحاكم جميعا إلى القرآن في الحدود والحقوق والواجبات والأحكام والتفاصيل والأخلاق والقيم والأسر والأحوال الشخصية والسياسة العامة ونظام الحكم والعلاقات الدولية. ما ترك القرآن شيء، وإن جنحوا في السلم وإن جنحوا للسلم فإن لها. ما ترك القرآن شيء، علمنا كيف نتعامل مع الآخرين. ما ترك القرآن شيء. وأخيرا، كيف لنا أن نتذوق معاني القرآن؟ نحن نسمع القرآن في المساجد في شهر رمضان يذوي ويملأ الأرجاء مجددا، ولكن
من هذا في صدرك وأدركته. إذن معرفة عظمة المتكلم. ثانيا معرفة علو شأن الكلام وعظمة الكلام. ثالثا النظر إلى هذا الكلام من خلال عمق وبالباطن وبالفهم وبالتدبر. قال بعض السلف قيل له كم مرة ختمت القرآن؟ بعض السلف دخل القرآن كم مرة؟ قال كثير، ولكن هنالك ختمة ما زدت فيها 30 عاما لم أصل إلى منتهاها. في ختمة قال لحد من المدرسة 30 سنة بيقرأ وما ختم لسه. قال كمل، وصل الناس بدأ الفاتحة، وصل الناس الأدين، لكن كونه يصل إلى الأعماق ويدرك الأسرار والمقاصد ويتدور ويبني الإيمان بهذه المعاني الراقية. قال ما زلت عند ختمة ما زلت 30 عام إلى يومنا هذا لم أبلغ من الختمة منتهاها. نحن ما شاء الله كل شهر بنختم، والختمة أهم حاجة فيها الزلابية والباسطة والشاي باللبن، وأهم حاجة في الختمة. يقول لك أنا عندنا ختمة، دي ختمة أيضا يقدر عليها. وين الختمة الجد؟ الختمة اللي بتخليك تنقلب رأسا على عقل. هي ختمة بتخليك لما تكون مهندس وتعمل لك بنى يظهر أثر القرآن في البنى بتاعك، مش تعمل كوبري بعد يومين الشتاء وتعمل شارع فرق بعد يومين تحفر. تشوف طريق لا تفرق بين الذي يأتيك في العيادة الخاصة ولا بين الذي تلقاه في المستشفى. بتاع العيادة بدي تحكي أنا برضه بديه وبهتم به، أما بديه في المستشفى أكرفه. ده ما القرآن، ليس هذا حديث القرآن. كان خلقه القرآن، والقرآن يتنزل في الحياة. لن تجد يا إخوانا الحفظ خلوه حفظ القرآن ما رأيه؟ فلولا نفر لكل فرقة منهم طائفة طالما في الأمة حقا الحق ربنا يكثره ويحفظهم إن شاء الله. ليس من الواجب، مستحب، لكن الواجب أن تعمل بالقرآن. لا ما مستحب، ده واجب. دعك من المستحب، أين الواجب؟ لن تجد شخص أخلاقه القرآن يسيء في الشارع أو يرفع صوته. هذه آداب القرآن. ولا تمشي في الأرض مرحا، واغضض من صوتك. ما في زول كذا في الشارع الكوري زول القرآن ما حافظ القرآن، ما حافظ الصلاة أدلة بتقول حافظ. كل الأدلة حامل القرآن. حامل القرآن ده معناها منجر القرآن، مش حافظ ساكت. لا ده وترك حمل يضيع صاحب يخشوا الناس. زول حافظ القرآن يخشوا القرآن الناس. عشان كده هناك يجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. هو صحيح منطق زول حامل القرآن وما شبه القرآن يسيء أحد أو يرتشي أبدا. هل تتوافق الرشوة والقرآن؟ تقول لنا أنا عامل القرآن ويقرأ صلاة الصبح جزء كامل ويمشي يرتشي في المقبل، ده علاقة مع القرآن شبه. هذا يعد بهذا القرآن. كان خلقه القرآن. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا من هذا القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله قائدا وإماما لنا وهادينا وقائدنا إليك إلى جنات الرضوان، إلى جنات الخلود يا رب العالمين. اللهم علمنا بالقرآن وهذبنا بالقرآن وربينا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ونور أبصارنا وشفاء همومنا وأمراضنا الظاهرة والباطنة يا رب العالمين. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده
وسلم وبارك